السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم في قناتي ومرحبا بكم. كما وعدتكم ان شاء الله نرجع نكمل دروسنا الخاصة بتعليم الخياطة خاصة للمبتدئات. درس اليوم سهل جدا، كيفاش تعلمي الكفة. كما كتشوف اول حاجة نطبق القماش 1 سنتيم ونزيدو الطبقة الثانية تكون 1 سنتيم نفس القيس كما كتشوفي، ونبداو نخيطو كما كتشوفي. نبداو نخيطو بكل سهوله، ماهيش صعيبه بزاف الكفه، بصح كاين ناس تتكمش لهم تجي منفوخه. اليوم نوريك الطريقه بسهوله باش تجيك الكفه مريقله. كي نخيطي حاولي الخياطه تخليها على الحاشيه تاع الكفه، يعني تجي في الحاشيه ما تجيش الوسط، فهمتي؟ والقماش تاع الكفه ما تشديش اللي في الاسفل، ما تشديهش بقوه، حاولي تشديه من نفس القيس كيما راكي تشوفي. هي سهله، حاولي كيما راني نقول لك القماش تشديه نفس القيس. شوفي ما تشديش الاسفل كيما راكي تشوفي، هذا اللي في الاسفل اكثر من اللي الفوق راح تجيك منفوخ. حاولي تجبديه من نفس المستوى نفس القيس. شوفي كيما راني مريلك، حاولي تجبديه من نفس القيس كيما القماش اللي في الاسفل جبديه نفس القيس اللي تجبدي فيه القماش اللي الفوق، يعني يجي متساوي. والخياطه كيما قلت لك كيما هكاك في الحاشيه. تبعي واش نقول لك، راح تجيك الكفه ان شاء الله كيما تحبي. دائما حاولي نقي الخيوط والشوائب لانه تعطلك في الخدمه. حاولي تتعلمي في قماش هكا ما تحتاجيش حتى تتقني الكفه، لانه هي من الاساسيات على الخياطه. دائما كما قلت لك الخياطه تكون في الحاشيه، حاولي الابره تخليها تطيح في الحاشيه تاع الكفه. شوفي كيفاش تجي مبليسيه جايه قد على مستوى 1 سنتيم. وانا خيطت باللون الاسود باش يظهر لكم في الفيديو، باش ما تقولوش راهي خيطتي بلون مغاور. خيطت باللون الاسود باش يظهر لكم في الفيديو. شوفي الخياطه تكون في الحاشيه هكذا، دائما الخياطه في الحاشيه تاع الكف. شوفوا كامل ما شاء الله جا الكفه مريقله. ان شاء الله نكون فدتكم بهذه المعلومات اللي عندي، واي استفسار خلوه لي في التعليقات، وان شاء الله راح نكمل معاكم بزاف دروس وان شاء الله للاخير ان شاء الله.